حد نصب عليا او حد بيضايقني او حد شتمني او اي حاجة من الحاجات دي كلها، وعندي مشكلة معينة وعايز اعمل محضر ومش لاقي وقت ان انا اعمل المحضر بتاعي، هل في طريقة ان انا اقدر اعمل المحضر بتاعي وانا في البيت؟ تعالى هقولك على طريقة تعمل بيها المحضر بتاعك وانت في البيت. في ظرف 3 دقايق بالظبط هيكون عندك رقم المحضر بتاعك على رسالة نصية في التليفون بتاعك، وبعد كده تقدر تتابعها براحتك خالص لما تكون فاضي وتروح تشوفها في النيابة. بكل بساطة هتدخل على بوابة النيابة العامة، هتدخل على الشكاوى الإلكترونية تقديم شكوى، وهتدخل تملى بياناتك بكل سهولة وتكتب رقم بطاقتك وترفع صورة البطاقة بتاعتك، وبعد كده تدفع بالفيزا بكل سهولة، وبعد كده هيجيلك على التليفون بتاعك رقم المحضر اللي اتعمل او رقم العرض اللي اتعمل، وتقدر بكل سهولة ان انت تروح تشوفه في النيابة اللي انت تابع ليها. بتوصل لأقرب محكمة هي جنبك وبتروح هناك تابع المحضر بتاعك. طب هل المحضر ده فعلا بيشتغل ولا بيتوقف يا استاذ محمد؟ لا يا جماعه، والله المحضر بيشتغل وبيتم فيه التحقيق، وبتروح تقدم فيه السكرينات او الشتايم او الحاجات اللي انت اتخذت منك او اللي اتنصب عليك فيها، وبتاخد حقك. المهم اذا كنت هتعمل المحضر في القسم او في المديريه او في اي مكان، المهم ان انت تتابع المحضر عشان المحضر بتاعك ما يتحفظش. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.